مش فاكر، تقريبا الامام الشافعي، الله اعلم يعني، ان نرجع لها يعني عشان لو فيها غلط يعني ما نبقاش قلنا كلام غلط. سمع ان حد شتم عليه، ما هو ممكن يكون يقول لك دي قيمتي ده شتم عليا. بعت له تاني يوم طبق حلويات، قال له بلغني ان انت اديتني شويه من حسناتك وخدت شويه من سيئاتي. فيا باشا، طبق حلويات اهو، مش ستاندر، مش المفروض، لا اصل الكلمه دي تضايق، لا هي بتضايق اللي عنده توتر او اللي عنده مشكله مع الكلمه اصلا، اللي عنده حدوته مع الكلمه. انما هي في العادي لا. واحد تاني بيديله طبق حلويات عشان قال عليه كلمه وحشه. انت ان شاء الله مراد بالحاجتين دول. او دي حته بقى، بس دي مش في المدرسه اللي انا كنت فيها، وده راي شخصي بس. ان بيبدا يحصل، آه يعني الله عز وجل مثلا يقول لك ايه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تمام. الله عز وجل يقول لك ايه؟ وسامحوني لو في غلط في الايات، لان انا مش ماسك مصحف يعني، او لو في غلط في تشكيل، او لو في غلط في كلمه يعني. الله عز وجل يقول لك في سوره طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ده انا باكل من الطيبات بس طغيت فيها. الله عز وجل يقول لك: فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فالله عز وجل هو حط قانون وواضح وصريح، ومش محتاج حد جامد قوي عشان يفهمه يعني. الايات شارحه بعضها. فيجي واحد زي اللي انا كنت بحكي لك عليه من شويه، بيشرب مثلا 7 8 قهوه في اليوم وعلبتين سجاير. ايوه، ما هيتعب، جاله انسداد في الشرايين وكان هيموت. المدرسه اللي انا فيها ما بتقول لك برضه هو توتر، هو شرب القهوه بشراهه كده والسجاير بسبب برضه مشاعر. بس انا بتكلم بقى بغض النظر عن بسبب مشاعر، هتضغى في الاكل، هتعي وهيحل عليه غضب الله. غضب الله ده ممكن يجي لك في هيئه بقى سمنه وهيئه بقى هشاشه عظام. هتتعب، حياتك هتتعب. هل انا بعمل الكلام ده؟ باكل كتير فربنا سامحني يعني. فعشان هي الحياه كده. اصل خد بالك، هي لما تقعد تدرس المجال ده كتير او المجالات الوعي كتير، هتحس احساسين جامدين قوي. تحس ان الحياه دي سهله جدا، إيه بس صعبه. ايه ده يعني هي سهله قوي، اسيب ايدي كده، سيب ايدك. ايه ده يعني ما اقعدش احكم على الناس واقول ده وحش وده لا، ما تحكمش على حد. ايه ده يعني المفروض ما اقولش ده انت غلطان، لا انت حل مع نفسك وحل جوه نفسك، ما مالكش دعوه بحد اصلا. ايه بالسهوله دي؟ بالسهوله دي. انا عملت كده. ايه؟ نفذ بقى. نفذ. ايوه بالسهوله دي، والحياه تبقى هتحلو. الحياه هتحلو. روح بقى اعمل كده. هي دي بقى. والله العظيم، اما تعرف قوانين ربنا في الحياه، قوانين سهله وعاديه وطبيعيه، بس ما لقيت ربنا على عكسها. شويه افكار دخلت دماغنا بقوه 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 بكثافه، خلتنا ما نقدرش نعملها. اما في الحياه يعني الحياه سهله، بس مش سهله. سهله بس للي يقدر، سهله بس لما الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اسمع يا باشا كل الناس، واتبع احسن القول، الكلام اللي تحس ان قلبك كده مرتاح له، وجرب. جرب وشوف الاثر. جرب مدرسه واحده تانيه وشوف الاثر. وشوف بقى هتلاقي الحياه اصلا سهله بدون تعقيدات، واحنا اللي عقدناها. بس يا حاج إبراهيم.